بكم في قصة جديدة. في واحد الحي في المدينة القديمة في الرباط بين زناقيط ضيقين والحيوط مشقين كانت تعيش زينة، واحد المرأة أرملة وأم 3 ديال الأطفال، ما عندها سند ولا معين غير الله والصبر ديالها. الأيام كدوز عليها ثقيلة والهم ساكن معاهم في كل قنت من ديك الدار البسيطة اللي كارياها، ولكن حتى داك السقف اللي كيحميهم من البرد والجوع ولا مهدد أنه يريب عليهم. من يمول الدار بدا كيطمع في شي حاجة ماشي من حقه. حياني فاش الدنيا كتسد كاع البيبان وفاش ما تيبقى عندك الحنين الله رحيم، ما عرفتش يعني واش خديجة هي دابا غادي تبقى ثابته ولا غادي تطيح ديك السقف فوق راسها وفوق راس ولادها. انا زينة، سيدة في 34 سنة من عمري، أرملة راجلي مات في حادث خيبة وخلى ليا 3 الوليدات، الكبير فيهم عنده 12 سنين والصغير عنده 4 سنين. هما حياتي من بعد باهم. بقيت كنجري باش نشد فلوس ديال لاسيغونس، ولكن والو، طلع هبط بلا فايدة. كل مرة تيقولوا لي هاد الشهر ودازت من شهور وما خرج ليا حتى ريال. خدمت في اي حاجه حلال تخطر لكم على بالكم، حتى وانا شاده حق الله. خدمت في الديور، في القهاوي، غسلت المواعن، جفت الدروج، خدمت في العراسات، كنعاون الطيابات، اي حاجه درتها. قبل ما نكملوا، الا كتعجبكم هاد القصص الواقعيه فيها الصدمه والعبره، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. المهم تكون حلال. ولكن الوقت غلات، واللي كنجيب من الخدمه في النهار يلا تكفيني تقضيه والحاجيات اليوميه ديالي انا وليداتي. ولكن بقى الكرا ثقيل على ظهري بحال شي جبل، ومول الدار السي حمد او الحاج حمد كيف تيعيطوا ليه، حيت راجل كبير وفي الستينات، بحالو بحال اغلب الناس، غير اللي كيشوفوا امراه ارمله كيطمعوا فيها وتيبغيوها في الحرام. دائما هاد الفكره ما عرفتش علاش، وماشي غير الناس مالين الديور، اغلب الرجال كيف تنقول ديما، ما نعممش، اغلب الرجال اللي تيكونوا تيعرفوا ان شي وحده باقا صغيره وارمله تيبغيو يستغلوها، خصوصا ملي كيعرفوا انها ما عندهاش شي خلص القار اللي يكفيها. في بلاصه ما يعاونوها ويوقفوا جنبها ويوقفوا مع هذوك اليتامى اللي عندها، تيشوفوا فيها غير طرف او قطعه ديال اللحم، وخصهم كيفاش وفوقاش يوصلوا ليها. الله يهدي ما خلق. المهم هاد السي حمد تا هو بحال هاد اغلب الرجال اللي قلت لكم، وخصوصا انهم مول الدار وانني ما عنديش باش نخلص يعني الكرا. في الاول بين ليا وحتى الناس اللي مدورين بيا انه كيدير الخير وباغي يتهلا في اليتامى، ولكن غير شويه وبان على حقيقته. كل مره كيرمي الهدا وكيرمح لانه عاجباه وباغيني. حتى لواحد النهار جاني شان دق عليا الباب في الليل. كان وليداتي يلاه نعسو بكري حيت قارين في الصباح. دق عليا: السلام عليكم. عليكم السلام. زينة، راني بغيت نهضر معاك شويه. الحاج حمد، هضر تفضل. قال لي لا، ما نبقاوش واقفين في الباب، ندخلو ونهضروا. انا حشمت، دخلتو وجلسنا عادي في احترام، وهو يقول لي: شوفي الصراحه، انا انتي عجباني، باقا صغيره وزوينه ومحتاجه، وانا المراه اللي عندي في الدار راها كبرات، راكي عارفاها ومريضه، وانا باغي نعيش حياتي وعندي رزقي وما يخصك معايا حتى خير. وانا بقيت الصراحه غير كنشوف فيه وما عرفت ما نقول له. حدي قلت له كلمه واحده: يكون خير. الحاج، ان شاء الله انا ظنيت في الاول انه باغي نتزاوج وباغي الحلال، وقلت مع راسي نفكر علاش لا نستر راسي ونقاد وليداتي، ولكن هو في راسو حاجه اخرى، باغي غير يستغلني وصافي، بالمقابل بلا ما نخلص زعما فلوس الكرا. المهم رجع مره اخرى وقال لي: شنو قلتي؟ قلت له: ما يمكنش ليا الحاج ندير شي حاجه حرام ونوكل ولادي فلوس الحرام. جاوبني وقال لي: الا بغيتي تبقاي في الدار خصنا نكونوا مفاهمين، تخلصي الكرا بالفلوس ولا بطريقه اخرى راكي عرفتيها. انا حماريت وتصدمت ورجعت سديت الباب عليا وانا كنغلي، ما لقيت معاه من نفضفض من غير الله سبحانه. بديت شديت سجادتي وبديت كندعي الله يدير ليا خير، لانه واش نرضى بالدل باش وليداتي ما يباتوش في الزنقه؟ واش نبيع راسي باش يبقاو عايشين هما؟ والايام بدات كتصعاب، وكل نهار الحاج حمد كيزيد في هبالو وتيليح ليا. كل مره كيجي دق في الليل، مره نحل مره ما نحلش، وليت نخاف الصراحه، وليت نخاف شي نهار يهرس عليا الباب. حتى جا داك النهار اللي قال لي: شوفي، راه عندك 3 ايام، يا اما تخرجي يا اما ديري عقلك معايا. بقيت كنفكر مع راسي وتنقول: زينه، شنو هادي ديري؟ هاد السيد ما كيحشمش وما كيخافش الله، حتى السن ديالو ما احترموش. شنو غديري زينه؟ وليداتك محتاجين انهم يبقاو ساتورين في داي، وانتي ما عندكش شي خدمه اللي قاره لانه تقلبي زعما تخلصي بها الكرا، ولا ترحلي بجهه اخرى وتخلصي الكرا ما تحاشيها ليه، ولا زعما ترغبيه ولا شي حاجه. شنو غندير؟ فكرت نمشي نقولها لمرتو، نقول لها: شو راجلك شنو دار معايا؟ وقلت عاوتاني لا، هي مرا كبيره ومريضه،
نخاف نتفاعل ولا شي حاجه نصدق مسببه لها بشي ازمه ما نعرفهاش، ازمه صحيه ولا تسقط حاليه تما ولا تموت ولا شي حاجه ويجي متبتها عليا. فكرت نقول لها نبلغ الجيران نشوهو. قلت باش غينفعوني هاد الجيران، وكانوا الجيران اصلا فيهم الخير، كرا هما اللي عاونوني نلقى شي خدمه على الاقل قاره اللي نعيش بها وليداتي ونبقى مستوره بها في دوارتي. بقيت كنفكر حتى طاحت عليا واحد الفكره، وكنت قلت غنديرها على الله. في النهار الثالث جا عندي للدار تاني، وحليت عليه الباب ودخل ورحبت به وعاود ليا تاني نفس الهضره وتيأكد عليا. تيقول لي شوفي انا ما عندي ما ندير بالزواج، حيت الحاجه مراتي هذه تتاخذ ليا كاع المحلات والحوانت اللي تحت يدي وتخليني على الدرس، راه كلشي ديالها. المهم جريت ليه لسانه مزيان، وفي الاخير قال لي شنو درتي دابا؟ قلت له غدا ان شاء الله ورجع عندي الحاج وغتلقى الجواب وغادي يعجبك وغادي تبقى ليا غير على خاطرك. السيد بان ليا فرح وضحك من ودنيه، ولا غدا فاش رجع قال لي يلا قولي لي شنو الجواب. قلت له هاك سمع الجواب. طلقت ليه التسجيل ديال اللي سجلت في التليفون اللي كنت مخبعه مورا المخده فاش كان تيدوي معايا البارح، وكنت كنجري ليه لسانه. قلت ليه ها هو دابا الحاج، شنو دابا؟ بغيتي شكون اللي يسمع هذا الاوديو؟ شكون اللي غيسمع هذا التسجيل؟ واش الحاجه مراتك ولادك ولا بناتك؟ عزل شكون فيهم يسمعوا. دابا الحاج عطيني اتساع وبعد مني وفوت ساحتي، انا غادي نحاول نجمع الكفوف ديال الكرا وغنعطيهم ليك. انا ما نقدرش نسكن في شي بلاصه وما نخلصش كراها، راه غير الظروف اللي دارتها وصافي. حبابي وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم، نتمنى من قلبي تكون قصتي عجباتكم ووصلت لكم شي حاجه زوينه. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ليه لايك باش توصل الرساله للناس اكثر، وديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال حكايات من الواقع. كتبوا لي في التعاليق شنو رايكم، واش مريتي بشي تجربه بحالي؟ كنبغيكم بزاف ونشوفكم في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.